أعزائي مشاهدي برنامج أصوات وطن، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات وطن. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة البرنامج مخصصة لمدينة الجمالية تحديدا. يعني الجمالية معروف إن هي لها موقع فريد، موقع مميز يتوسط يعني طرق حوالي 4 محافظات. فالجمالية أصبحت جاذبة لكل أنواع العمالة، للأطباء، للطلبة، للتجار، حتى أهلنا من أبناء الصعيد برضو وجدوا أن الجمالية سوق تجاري ممتاز بالنسبة لهم. فأصبحت هناك إشغالات كتير جدا، لأن الجمالية طبعا زي ما قلنا على مفتوح الطرق، وبيرتدها العديد من يعني الأهالي اللي ساكنين في مراكز أخرى لمدينة الجمالية. فكانت جاذبية الجمالية للأهالي والتجار وغيرهم تسببت في ازدحام، وتسببت في إشغالات للطريق، أثر على حركة المواطن. وكان الناس بتنادي إن لازم يعني نقضي على الإشغالات، نوسع الطرق. وفعلا لما جه الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة الجمالية، قام بحركة يعني هنقول تطهير للإشغالات، وكمان قام بعمل إزالة بعض الأرصفة. أنا النهاردة يعني هنتكلم عن الموضوع ده، وهنخصص وقت تاني كمان لمركز ومدينة الجمالية، لأن الوقت الحلقة مش هيكفي، حلقة واحدة. فإن شاء الله هنستضيف بعض الشخصيات، والنهارده بنستضيف الأستاذ المحاسب علاء حجاج، أمين حزب المحافظين سابقا بالدهلية، وكمان هو صاحب الشركة الوطنية والمؤسسة الوطنية لمنتجات الألبان. مرحبا بك يا أستاذ علاء. أهلا وسهلا أستاذ جمال، إزي حضرتك؟ وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، أهلا بك. أستاذ علاء، وأنت طبعا كنت أمين حزب المحافظين للدهلية، أكيد كنتم مهتمين بأمر الجمالية. إيه اللي شفته أنت النهاردة في الجمالية كان يختلف عن سابق الجمالية اللي كانت موجودة فيها الإشغالات وكان موجود فيها الزحام؟ وموقف الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس مجلس ومدينة الجمالية، تقول عن الموقف ده إيه، أو عن المنظر اللي إحنا شفناه الأيام دي؟ أولاً بالنسبة للأستاذ أشرف عبد الواحد والعمل القائم اللي عمله جدا ممتاز جدا وكويس. بس هو كان في بعض كان في يعني أولاً يعني كل الشكر وكل التحية لسيادة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. طبعا هذا الرجل يعني يعتبر أضاء الدقهلية بالعظماء والشخصيات الممتازة جدا اللي موجودة في المراكز على مستوى المحافظة. تمام. فأنا وعلى سبيل المثال للأستاذ أشرف عبد الواحد، طبعا هذا الرجل يعني أنا شفت شفت الإزالات اللي تم عملها، وشفت الراجل عايز يشتغل. تمام. والراجل فعلا بيشتغل. تمام. بس هو اللي يعني انا شايف ان في مكيالين في الشغل، يعني مش مكيالين مقصود ولكن غير مقصود برضه، عشان هذا الراجل محترم. تمام. فانا شايف يعني في بعض ازالات تمت بشكل صحيح. وعلى فكره السيد رئيس مجلس المدينه رجل يملك صفه الضبطيه القضائيه، راجل يشتغل براحته، وراجل عنده يزيل طالما الامر في ضر الشارع او سر المواطن، من حقه يزيل، ومن حقه يزيل بدون انذار.
لكن انت النهارده مثلا انت شغال في الجماليه بقالك حوالي مثلا كام يا استاذ جمال؟ كام يعني دخلوا في شهور يعني. شهور. يعني حضرتك عملت دراسه كامله للازالات. هو كان يجب حضرتك بتبعت انذار للازاله، تعمل معاينه اولا، ثم بتعمل انذار، ثم بتنزل لحمله ازاله. هو كان يجب الناس كانت تعلن الاول استاذ اشرف، ان الناس دي تعلن اولا ان هم يزيلوا المكان ده. يعني مثلا انت عندك في عندك 70 سم، عندك متر ده تيجي تشيله، المفروض المتر ده هو يشيله، يا اما ما كانش هيشيله على حسابك. يعني كان ان احنا بنعتبر السيد رئيس مجلس المدينه بيعتبر ان هو اسره، دخل جوه الاسره وعاش حياتنا وعاش مع ده وعاش مع الشيء وعاش مع الناس كلها. فكان يجب انت داخل اسره، يعني تكلمني بقى، يعني احنا بقينا واحد، تعالى يا فلان انت عندك مشكله تعملها لي قدامك يومين، ما كانش هشيلها على انا هنزل اشيلها على حسابك، تمام. ولكن هو انا برضو يعني انا ما اقدرش اغلطه في الامر، لكن انا كنت بقول بموجب روح القانون والتعاون بين اهل مدينه الجماليه. لكن طيب انت حضرتك زلت وشلت، طب ليه الحاجات اللي هي موجوده يا استاذ جمال مخلفات موجوده زي ما انت، ما ايه ليه؟ يعني خلاص، يعني شلت خلاص، انت كده هو اللي هيدفع حق الازاله ولا يدفع الحاجات اللي هتشتري ولا يدفع الحاجات دي كلها. كان المفروض انت تكمل الكلام ده، خدت بال جنابك. فانا شايف ان هو الاستاذ اشرف شغال كويس، لكن احنا كنا بنلتبس بروح القانون يا استاذ اشرف، ان حضرتك كنت تتعاون مع الناس الاول في موضوع الازاله، ويصبح موضوع بينك وبينهم لموضوع الازاله، نظرا ان انت عملت عمل اكثر من حوالي 30 سنه كده يا استاذ جمال. اكيد حوالي اكثر من 30 سنه عملت عمل ممتاز جدا، واحنا مبسوطين، احنا مش زعلانين، ولا كنا عايزين يبقى فيه تنسيق افضل مع اهل الجماليه. يعني يبقى لان اهل الجماليه دايما مظلومين في حاجات كتير جدا، مظلومين من منظومات قبليها، منظومات بعديها، المهم في ناس مظلومه. الاستاذ اشرف بروح القانون احنا شفناه، شايفين انت انسان عظيم جدا وانسان محترم جدا. يجب كن يا استاذ اشرف تتعاون مع اهل مدينه الجماليه، لان البلد دي مش هتلاقي اطيب منها، والبلد دي بتسمع الكلام ولا كويسه جدا، وكلها وطنيه وكلها نماذج محترمه جدا. تمام. بمناسبه بقى الاستاذ علاء بيقول ان الجماليه كلها وطنيه، وفعلا الجماليه قدمت كتير من الشهداء. والنهارده في شهر 7/7/2017 قدمنا الشهيد علي السيد، اللي هو شهيد كمين البرص، واللي احنا دايما بنحتفل به، ودايما جمعيه الشهيد الخيريه حريصه على انها تحضر في 7/7 والسعداء، وبنصحب بعض الوطنيين اللي بيحبوا يزوروا اسره الشهيد علي السيد. الاستاذ علاء قال المفترض ان الاستاذ اشرف كان يحدد يعني نوع الازاله، مساحه الازاله، بحيث احنا مش بنغلطه، لا طبعا هو سعي، واحنا فعلا كنا بنتمنى الكلام ده، بس طبعا كمان المفترض كان يعني حتى الخسائر تبقى على اقل الامكان ان يبقى في خسائر، لان الرودر عمره ما هيفصل. ولكن لو انت كنت اخترت اصحاب المحل بان هم عنده متر، عنده نص متر، عنده كده، وترسمه له وتعمل له خط عليه وتطلب منه يزيله، اكيد كان هيزيله بطريقه افضل بصاروخ، بحيث منظر ما بقاش مشوه المكان. اعزائي المشاهدين، هنرجع لكم تاني فاصل، ونرجع تاني هنتلقى بعض الاتصالات من الناس اللي عماله تحاول تتواصل معانا. يعني فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ أنا الحاج خيرت العلاوي. أهلا ازيك يا أستاذ خيرت، ازي الصحة؟ طبعا
ايوه طبعا الاستاذ خالد العلاوي يعني العميد السياسي في الجماليه، وبرضه هو يعني يعتبر الامين العام المساعد لحزب المحافظين بالدهليه وامين لجنه المتابعه. برحب بك يا حاج خيرت، اتفضل يا حاج خيرت. اهلا وسهلا. رايك ايه في الموضوع الاشغالات اللي تم يا حاج خيرت؟ والله هو يعني ما فيش يعني خطوه جيده، لان هذا الموضوع كان يعني عامل رهيب وعدم يعني شيء في المرور. الا ان يعني برضه يعني نطالب برضه للناس اللي هي البائعين دولت لانهم اصحاب بيوت توافر لهم مكان يعني. تمام يا حاج خيرت، شكرا. كده تمام. كده رسالتك وصلت يا حاج خيرت، وبتتكلم عن الباعة ان احنا نوجد لهم مكان. ما ينفعش ان احنا ننزلهم ونبعدهم بعيد، لا نوجد لهم اصحاب بيوت برضه يا استاذ جمال. اكيد. شكرا يا حاج خيرت، ربنا يوفقك. شكرا يا حاج خيرت، شكرا. طبعا الحاج خيرت يا سعداء بيقول ان حق الباعة الجائلين اللي تورثوا المهنه. ايوه نعم. اعتبر حضرتك وانت نفسك هو ليه حق فعلا، هو فعلا يعني هو الراجل يعني اضاء نقطه مهمه جدا جدا. ان الباعة الجائلين دول ابنائنا واخواتنا واصحابنا، والناس دي لها فعلا يعني لها طلبات وعليها طلبات وعليها اماكن وعليها مصاريف. فيجب السيد رئيس مجلس المدينه مشكورا امتدادا لهذا العمل الطيب ان هو فعلا يشوف مكان للباعة الجائلين، نظرا ان هم دول لهم التزامات. فيجب ان السيد رئيس مجلس المدينه يشوف هذا الامر يعني. اكيد طبعا. تمام. وبرضه فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا، مين معايا؟ معاك محمد الباز الجماليه. يا اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ محمد، اخبارك؟ الحمد لله تمام. اكيد انت هيبقى لك تعليق على الازاله. تمام. يا استاذ محمد، وجهه نظرك في الازاله يا استاذ محمد. الازاله احنا اللي نسمعه اللي بدايه الموضوع موضوع ازاله الاشغالات اللي موجوده على الارصفه ومسؤول الاشغالات اللي موجوده في الطرق. اما الارصفه ان تشتغل بالمنظر ده وضع مش عارفين وايه سببه وايه وضعه. لو المناظر ده طبعا لا تطاق بان انت يجي لك ازاله ويصحى من النوم على تليفون ان بيتك رصيف بيتشال او بيتك بيتزال بدون اي انذار وبدون اي اخطار، مع انه معمول بقى اكتر من 20 سنه. ده وضع ما احناش عارفين القانون فين وفين روح القانون وفين الانذارات وفين الاخطارات. يعني حضرتك متضرر من الازاله؟ متضرر طبعا، لان اللي حصل غير ادمي بالمنظر ده، والرعب اللي حصل والتصدع اللي حصل في المنزل والبيت، مع ان احنا مقدمين كل اوراقنا تمام والناس حوالينا واخدين تصليحات والدنيا تمام ومعمول بقى له 20 سنه. تمام. يعني الوضع معمول او مش متعديين. ده في التروتوار بتاع المجلس المدينه اللي معمول ده معمول من 1980. تمام. وعامله الكهرباء، والارضيه ارضيه ملكيه خاصه، يعني مش املاك دوله ولا املاك بي ولا صرف ولا اي حاجات من هذا القبيل. لان في طبعا انت عارف في تعديات على املاك الدوله، فمن حق بيعملوا عليها تصالح، يعني بيعملوا تصالح على حتى على املاك الدوله. تمام. اللي حد متعدى عليها بيخش يعمل عليها تصالح وبيدفع ثمنها او بيتقسط له او اي حاجه من هذا القبيل. تمام. اما اللي حصل معانا ده خارج عن نطاق الوضع، يعني انذارات رصيد فاضي يخش يشيله بدون اي يركب اللودر عليه ويشيله، مع ان الارصفه اللي معاه في الصوره اللي هو منزلها
في ظهره اشغالات وكشاك معمول على الارصفه، فالوضع غير مطلوب. تمام. هو وقف في جار ليا كان بيشتغل، فوقفه، ده طبيعي انه يوقفه لانه لازم يعمل تصريح. اما اشتغل بدون ما ارجع له، راح عمل له ازاله لانه اشتغل من غير ما ارجع له، كلام تمام. اما ان انت الراجل عامل شغل، لا بشتغل ولا بعمل حاجه، ان انت تيجي تزيل وتيجي تشيل من غير اي انذارات، وانا الوحيد في المنطقه او اللي جاري، لا، وبعدين تيجي تقول لي اشتكي جارك وكلام هذا القبيل لا يطاق ولا يعني له اي مجال للقانون. طيب شكرا يا محمد. وبعدين نتحاسب الناس بناء على ايه؟ انا حاسب المسؤول ده بناء على ايه؟ حاسبه فين؟ تمام. المسؤول رئيس مجلس مدينه طبعا يوم العدل على الكل. انت بتشيل للكل، او انت بتفطر الكل، او ايه الاختيار اللي عندك عملته عشان انا ما زلتش عشان تيجي تنفذ بنفس المنظر ده ونفس الرعب اللي موجود ده ما هوش في دوله لازم فيها استقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفس المستوى وبنفس بقول لك احنا ما بنحبش المحسوبيه ولا اي حاجه خارجه عن القانون. بيبقى المنظر ده ناخد حقنا من مين او نتعامل مع مين؟ طبعا الوضع غير لا يطاق، ووضع ليس له اي ابعاد. ما اقدرش اقول ان هو في بينه وبينه اي خصومه او اي لا ما فيش طبعا. هو ما يعرفنيش يعني. انا ما اتهموش باي شيء من دي لان هو ما يعرفش اصلا بتاع مين. لكن اي مجامله او اي تليفون او اي عشان زل الراجل اللي واقف اللي قصد مني يعمل كده، ده طبعا غير مقبول يعني. وعايزين توضيح من هذا الموقف. حاضر. توضيح نعرفه او نفهمه او يكون مكتوب عشان نقدر نبني عليه حياتنا او نعيش ازاي او نمشي ازاي تمام في هذه المكان وهذا الوضع الطبيعي. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد. اولا ردا على الاستاذ محمد. طب ناخد فاصل عشان في اتصالات يا استاذ علاء. تمام فاصل. معانا مين معايا؟ السلام عليكم يا استاذ جمال. مين معايا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ استاذ بدوي صديقي يا استاذ جمال امين حزب الشعب الجمهوري. اهلا وسهلا استاذ بدوي. ازيك يا استاذ بدوي؟ اهلا وسهلا. محاسب بدوي الظريف يا جماعه، امين حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينه الجماليه، وكان مرشح سابق في الدوره اللي فاتت لمجلس النواب. اتفضل يا استاذ بدوي امرني. اللي تعليقك على الازاله او على اللي شايفه في الجماليه في الايام اللي فاتت دي. والله يا استاذ جمال، انا اولا بتقدم بالشكر طبعا والتقدير للاستاذ اشرف عبد الواحد رئيس مجلس مدينه الجماليه وجميع نوابه وسيادته وجميع طبعا العاملين على المجهود المبذول في ملف الاشغالات والتعديات وتقنين اوضاع التكاتك اللي احنا شايفينها ولابسين كل حاجه على ارض الواقع. تمام. اننا نقدم ونسمن اي عمل يهدف الى تحقيق الصالح العام واظهار المركز بالمظهر الحضاري اللي احنا شايفينه النهارده. تمام. ولكن اسمح لي ان اعرض على حضرتك يا استاذ جمال بعض الملاحظات التي تهم المواطن المجلاوي. طب الملاحظات دي طبعا خارجه من الحزب ولا رايي الشخصي؟ طبعا اكيد طبعا انا بتكلم باسم حزب الشعب الجمهوري في مركز مدينه الجماليه. اتفضل. طبعا يا استاذ جمال نرجو تطبيق القانون على جميع دون استثناء او تفرقه او محاباه لاي احد. تمام. طبعا المواطنين يرون بعيونهم التفاوت في التعامل بين شارع واخر وبين مكان واخر، وهذا يثير التساؤلات بين الناس وبعضهم. تمام. ونامل ان يكون الميزان واحد على الجميع حتى يشعر الناس بالمساواه. تمام. يعني يبقى فيه تفرقه بين فلان وعلان او شارع وشارع. تمام. ثانيا فيما يخص ما تم من ازالات مؤخرا في شارع الترعه وعند مداخل المدينه وجميع شوارع الجماليه. ايوه. احنا طبعا نحن مع هيبه الدوله ومع تطبيق القانون، ولكن نعاتب على اسلوب التنفيذ بس اللي حصل اللي احنا شفناه على ارض الواقع. المفروض كان يتم المفروض يا ريس كان يتم التنبيه المسبق او ارسال انذار لاصحاب المحلات او المنشات. وده اللي قاله الاستاذ علاء معايا دلوقتي. الله ينور عليك. كان المفروض يعني على الاقل خالص كان يبقى فيه
انذار لاصحاب المحلات والمنشات واعطوهم مول على الاقل. يعني او الغلط ان الناس صرفت وشطبت وكلفت وبعد شهور او بعد سنين يتم الازاله فجاه، وهذا تسيب من البدايه. تمام. مين المسؤول؟ تمام، شكرا يا استاذ بدوي، شكرا يا استاذ بدوي. كمل يا استاذ جمال دقيقه كمان. طب اتفضل. طبعا الاسلوب ده طبعا اثار حاله من الذعر والخوف بين المواطنين واصحاب المحلات، ونحن اولا انا بصفتي بنتقدم باعتذار لهم. ايوه، لاصحاب المحل. في موضوع يا استاذ جمال في الجماليه، طبعا الباعة جائلين في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه والغلاء اللي الناس موجوده فيه دلوقتي. طبعا احنا برضه بننسى موضوع الباعة الجائلين اللي لا ما ننساهمش، لا ما ينفعش ننساهم طبعا. طبعا الناس دي فاتحين بيوت ولديهم ابناء في المدارس والتزامات وايجارات ويعجزون عن سدادها في هذه الايام الصعبه. تمام. وكان مصدر رزقهم الوحيد طبعا هو هذا المكان البسيط في الشارع، فكيف نقطع ارزاقهم دون توفير بديل؟ تمام. وطبعا في وعود من الساده النواب المحترمين بتوفير سوق حضاري بديل لهؤلاء الباعة. ايوه. ويا ريت يا ريس وانت بالمره هنا في الحلقه او يعني نناشد لانشاء هذا السوق الحضاري ليكون متنفسا للناس ومظهر حضاري للمدينه. شكرا يا استاذ، شكرا يا استاذ. كمان اي خدمه. شكرا الاستاذ المحاسب الاستاذ بدوي الضريب امين حزب الشعب الجمهوري بالجمعيه الاهليه، اللي قالوا الاستاذ علاء حجاج برضه امين عام حزب المحافظين السابق، واللي قالوا الاستاذ خيرت العلاوي نائب او الامين العام المساعد لحزب المحافظين بالدهليه، واللي قالوا المحاسب الاستاذ بدوي الضريب، واللي قالوا الاستاذ محمد الباز صاحب محلات الكهرباء اللي تضرر من الازاله. الكل اجمع على ان كان المفروض يبقى فيه اخطار. طبعا هيبقى فيه صور موجوده. شكرا يا استاذ. هيبقى فيه صور موجوده، هيبقى فيه صور موجوده تبين حجم الازاله. الكل اجمع على ان يجب ان يكون هناك اخطار. الكل اجمع على ان هو ما تبقاش عمليه مفاجاه. الكل اجمع على ان الازاله تكون بشكل يجب في معاينه ثم انذار. بشكل افضل بحيث ما يبقاش في تصدع. لان انت النهارده لما بتيجي تزيل باللودر انت مش بتزيل ال 20 سم او 30 سم، لا انت بتزيل وبتصدع اكتر من 3 متر او ممكن تصدع في البيت. مع العلم ان احنا فعلا كنا محتاجين ان يبقى الشارع توسع، ان الحركه المروريه تكون اسهل وايسر، لكن هناك بعض يعني زي ما قلنا واعلنا في صفحتنا ان البعض كان منتظر او الاغلبيه كانت منتظره هذا الانجاز، ولكن في ناس شافت ان ده كان انجاز شبه التجاوز. واحنا يا جماعه يعني على الحياد، وبنشكر السيد اشرف عبد الواحد رئيس مجلس ومدينه الجماليه والعاملين معه. ولكن عايز اقول هو الشكر ليها اكتر، والشكر ليه هو اولى بالشكر، لان كل العاملين اللي موجودين معاه كانوا موجودين مع الرؤساء السابقين وما شفناش جديد او تغيير. فشكرا استاذ اشرف. الباعة الجائلين ودي مناشده للحاج رزق الشبلي النائب اللي يعني بيتعلق بطموحات اهالي الجماليه ووعد، وانا عارف ان هو ان شاء الله هيوفي يا استاذ علاء الحاج رزق بعمل سوق حضاري. فاصل ونرجع تاني وهنشوف صور الازالات اللي تمت. فاصل ونرجع تاني. رجعنا من التقرير. انا ليا مطلب والاستاذ علاء حجاج له مطلب. اتفضل يا استاذ علاء مطلبك في دقيقه لان الوقت البرنامج ده خلاص. اولا انا يعني بتقدم من خلال هذه المنصه بالشكر للسيد محافظ الدقهليه، ولكن لنا طلب يا سياده المحافظ عن جنابك، وطلب ملح جدا جدا لمدينه الجماليه.
مدينه الجماليه النهارده بتعاني النهارده من عدم وجود متنفس لشبابنا. تمام. هتقول لي النوادي حضرتك تحت ادارات وتحت وضع مفيش متنفس عام للشباب. فاحنا عايزين حدائق متنفس عام للشباب بتقود يعني شباب جامعي، بدل الشاب الجامعي النهارده ما بيقعد على الكافيهات وعلى القهوات النهارده وبيسمع حاجات مش مظبوطه. فاحنا عايزين النهارده يقعد النهارده متنفس، يكون حدائق عامه، يكون فيها على اعلى مستوى، يكون فيها حمام سباحه، يكون فيها ادوات ترفيه يا استاذ جمال، اماكن تكون اماكن كويسه تليق بمدينه الجماليه وشباب مدينه الجماليه. شكرا. وهذه المناشده للسيد محافظ الدقهليه. شكرا سعادة. طبعا رساله الاستاذ محاسب علاء حجاج للسيد اللواء محافظ الدقهليه اللي احنا بنقول عليه معشوق الدقهليه، ده مطلب فعلا. الجماليه بها 4 حدائق او 5 حدائق لم تستخدم الاستخدام الامثل اللي يصبح متنفس لاهالي الجماليه. عندها حديقه توشكا، عندها حديقه اللي جنب المدرسه الثانوي، جنب مدرسه الشهيد خالد شحاته. عندنا حديقه الطفل، عندنا الحديقه اللي من عند فم الترعه وجامع قشطه حتى اول عزبه هلال. المفترض ان احنا نستغلهم حتى لو كان بالايجار، بحيث ان احنا نفتح ابواب للرزق لبعض الشباب، وكمان يكون متنفس. لان ما ينفعش الجماليه اللي على مفترق الطرق اللي جذبت الاطباء والعمال والتجار وكل من يمر بالجماليه احب ان يقيم حدائق مدينه المنصوره، يعني العاصمه في طلب ثاني مهم يا استاذ علاء، ولا بناشد السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه، بقول له يا معالي الوزير، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم ام الشهيد علي السيد وقبل ايدها وقبل راسها واهداها درع في مناسبه عيد الشهيد اللي فات. ومع ذلك الجماليه اللي قدمت شهداء كتير جدا منهم علي السيد، احنا قدمنا شهداء، قدمنا 500 شهيد سنه 1798 ضد المحتل الفرنسي، وبنقدم شهداء في اكتوبر في 73 وفي 67 وفي 48 قدمنا وفي 56 قدمنا، وعلى استعداد ان احنا نقدم لغايه النهارده يا معالي المحافظ. ودي رساله للسيد محافظ الدقهليه، مش عارفين نقيم نصب تذكاري نخلد بيه اسماء الشهداء اللي ضحوا من اجل ان احنا نعيش ومن اجل ان احنا يا ريت في زيارته الجايه، يا ريت في زيارته الجايه اللي انا سمع ان هي جايه ان حد يعني احنا زي الاستاذ علاء بيقول يا ريت يرتب السيد المحافظ، والاماكن كتير موجوده، يرتب مع السيد الاستاذ اشرف عبد الواحد رئيس مجلس مدينه الجماليه ومعانا، واحنا كجمعيه شهيد على استعداد ان احنا نشارك في القصه. وبعض رجال الاعمال عايزين يعملوا شهيد نصب تذكاري يليق بقيمه الشهيد. وشكرا، والى لقاء اخر في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سعادة. شكرا.